زي ما الكل عارف الأرنب غني جدا، حط قبعة على كل ودن من ودانه الاتنين، وحط شنطته على الكاونتر وطلب فوراً كوباية عصير جزر سنة 1982. البارتندر سأله إذا كان اغتنى فجأة، بس الأرنب رد وقال إنه كان بينقب، غيره كانوا بيطلعوا جزر كبير، إنما هو كان بيطلع أحجار دهب ملهاش قيمة. وبما إن البارتندر كان بيحبه قرر يدفع له بالذهب، لكن كل ده كان متراقب من الأشرار. وفجأة دوت طلقات نار وظهر اللصوص الأشرار. الزباين جريوا في ساعتها. اللصوص افتكروا إن مسدس صغير كفاية يخلي الأرنب يستسلم، لكن أول ما الأرنب مسك الذهب خطفوا منهم تاني، وقال للص لو عايزه روح احفر عليه بنفسك. ولما اللص شاف إن الأرنب مش فارق معاه حياته قد الفلوس اهتم فجأة واقترح إنهم يلعبوا بلاك جاك ويفصلوا الموضوع. الأرنب وافق، واللص استعرض مهاراته في اللعب زي مؤامر محترف، بس الأرنب ما تأثرش، بص على ورقه وقال بكل هدوء إنه مش محتاج باقي الكروت. اللص ضحك وهو واثق إنه كده كسب، ولما طلع 2-10 بان إن المكسب بقى في إيده، بس الأرنب كشف ورقه وكان 21 واللص لسه مصدوم. الأرنب مسك شنطته ومشي. اللص اتجنن ووقفه فوراً ومصمم ياخد الشنطة بالقوة، بس الأرنب قال له إن في ستات حلوة جوه الأوضة. اللص كسر الباب بس لقى الأرنب تاني ماسك مسدس. اللص استغرب وقرر يعلم الأرنب إزاي يستخدمه. بعد شوية الأرنب استخبى في كابين التليفون واللص بيجري وراه. الأرنب قال له إن في ست على التليفون بتدور عليه، ولما اللص مسك السماعة طلعت قنبلة. اللص وقع مغمى عليه في ساعتها. الأرنب كان ناوي يهرب بس اللص وقف له تاني وهو متلخبط. الأرنب جري بسرعة ودخل أوضة، بدل شنطته بشنطة مليانة بارود، ولما اللص كسر الباب الأرنب عمل نفسه خايف وداله الشنطة. الأرنب خرم الشنطة في السر. اللص كان متحمس ومشكش في حاجة وجري على مخبأه، لكن الأرنب استغل الفرصة وولع البارود. وبعد ما اتبسط بالألعاب النارية الأرنب كان مستعد يمشي، بس كان شايل حاجة معاه ومش مريحة للسواقة، فرمى شنطة ذهب على جنب بكل بساطة.